تصريح خطير يهز وسائل الإعلام العالمية بعد تعادل المنتخب المغربي ومنتخب البرازيل. فبعد أن انتهت المواجهة الكبيرة بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي بالتعادل الإيجابي 1-1، فأصداء المباراة لم تنتهي مع صافرة الحكم، بل استمرت بقوة داخل قاعة المؤتمر الصحفي، حيث تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بكلمات حملت الكثير من الإشادة والاحترام للمستوى الذي قدمه أسود الأطلس، حيث قال أنشيلوتي أن المنتخب المغربي أثبت مرة أخرى أنه أصبح من أقوى المنتخبات على الساحة الدولية، مؤكدا أن اللعب أمامه لم يعد مهمة سهلة لأي منتخب مهما كان اسمه أو تاريخه. وأضاف كارلو أنشيلوتي أن المباراة كانت صعبة للغاية من الناحيتين البدنية والتكتيكية، وأن لاعبين المنتخب المغربي أظهروا شخصية قوية وثقة كبيرة طوال دقائق اللقاء. وأوضح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن ما يميز المنتخب المغربي ليس فقط امتلاكه للاعبين موهوبين، بل أيضا الانسجام الكبير بين جميع خطوطه، حيث يتحرك اللاعبون بروح جماعية عالية وانضباط تكتيكي لافت يجعلهم قادرين على مجاراة أكبر المنتخبات في العالم. وأشار إلى أن المنتخب المغربي يضم أسماء بارزة تنشط في أكبر الأندية الأوروبية، وهو ما ينعكس بشكل واضح على أدائهم داخل الملعب. وتحدث بإعجاب عن القدرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون المغاربة، سواء من الناحية الفنية أو الذهنية أو التكتيكية، مؤكدا أنهم يمتلكون شخصية المنافس الحقيقي الذي لا يخشى مواجهة أي خصم كان. وأضاف كارلو أنشيلوتي أن المنتخب المغربي نجح في السنوات الأخيرة في بناء مشروع كروي قوي ومتماسك، وأن النتائج التي حققها لم تأتي من فراغ، بل كانت ثمرة عمل طويل وجهود متواصلة على مختلف المستويات. وأكد أنشيلوتي أن الإنجازات التي حققها المغرب في البطولات الكبرى جعلت العالم ينظر إليه باحترام كبير، ويعتبره واحدا من أبرز المنتخبات الصاعدة بقوة على الساحة الدولية. وعندما سأله الصحفي عن أكثر ما أثار إعجابه في أداء المغرب، أجاب أنشيلوتي بأن الروح القتالية العالية كانت السمة الأبرز، موضحا أن اللاعبين قاتلوا على كل كرة وكأنها الفرصة الأخيرة في المباراة، وهو ما يعكس حجم الرغبة والطموح الموجود داخل المجموعة. كما أكد كارلو أنشيلوتي أن المنتخب المغربي يمتلك قدرة كبيرة على التحكم في إيقاع المباريات وفرض أسلوبه على المنافسين، مشيرا إلى أن الضغط الذي مارسه اللاعبون على نجوم البرازيل كان من أبرز العوامل التي صعبت المباراة على فريقه. وأضاف كارلو أنشيلوتي أن المنتخب المغربي لم يعد مجرد مفاجأة كروية كما كان يعتقد البعض في السابق، بل أصبح منتخبا يملك هوية واضحة وشخصية قوية وأسلوب لعب محترم يجعله قادر على المنافسة في أعلى المستويات وأكبر المباريات. وفي حديثه عن مستقبل أسود الأطلس، أكد أن هذا الجيل يملك كل المقومات والتي تسمح له بالوصول إلى مراحل متقدمة في أكبر البطولات العالمية، مشيرا أن الاستقرار الفني والخبرة المتراكمة للاعبين وجودة العناصر الموجودة في مختلف المراكز تمنح المغرب فرصا كبيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات. وختم حديثه قائلا إن المنتخب المغربي أصبح نموذجا ناجحا للتطور والعمل الجاد، وإن احترام العالم له اليوم هو نتيجة طبيعية لما قدمه لاعبوه ومدربوه خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الجماهير المغربية تملك الحق في أن تفخر بمنتخبها، لأن الفريق المغربي أثبت أنه قادر على الوقوف أمام أقوى منتخبات العالم، وأن مستقبله يبدو واعدا إذا استمر بنفس الروح والطموح والإصرار. وفي الأخير يبقى المنتخب المغربي مصدر فخر لكل عشاق كرة القدم المغربية والعربية، بما يقدمه من مستويات مميزة وروح عالية تعكس صورة مشرفة عن الكرة الوطنية، وتؤكد أن أسود الأطلس قادرون على كتابة المزيد من الصفحات المضيئة في تاريخ كرة القدم. وجاء بعدها تصريح نيمار جونيور وقال: لقد واجهنا منتخبا لا يترك لك الوقت للتفكير، فكل مساحة يتم إغلاقها بسرعة وكل خطأ يتم استغلاله بذكاء كبير، وهذا
ليس صدفة بل عمل طويل ومنهج واضح. وواصل بعدها: أستطيع أن أقول بصراحة أن اللعب ضد المغرب أصبح من أصعب المباريات في أي بطولة، ليس فقط بسبب القوة البدنية بل بسبب الذكاء الجماعي والانضباط. وهناك شيء يجب الاعتراف به، وهو أن هذا المنتخب لم يعد مفاجأة بل أصبح واقعا، والفرق الكبيرة بدأت تشعر بذلك. وأعتقد أن المشكلة الحقيقية الآن ليست في المغرب نفسه بل في الفرق التي ستضطر لمواجهته مستقبلا، لأنك عندما تلعب ضده تشعر أنك أمام فريق يعرف ماذا يريد بالضبط داخل الملعب. وهذا النوع من المنتخبات عندما يكتسب الثقة يصبح خطيرا جدا، لأنه لا يلعب بعقدة التاريخ بل يلعب كأنه يصنع تاريخه الخاص. لكن تصريح كاسيميرو بعد المباراة هو من خلق جدلا واسعا بعدما قال: أعتقد أن هذه المباراة كانت من النوع الذي يجعلك تعيد التفكير في كرة القدم بالكامل، ليس فقط في النتيجة بل في الطريقة التي تلعب بها اللعب اليوم. وعندما دخلنا المباراة كنا نعلم أننا نواجه منتخبا منظما، لكن ما واجهناه على أرض الملعب كان شيئا مختلفا تماما. المغرب لم يكن فريقا يدافع فقط بل فريق يعرف متى يضغط ومتى يغلق المساحات ومتى يضرب في اللحظة المناسبة. وفي خط الوسط تحديدا شعرت أن الوقت لا يكون في صالحك، كل ثانية تحت الضغط كانت تعني فقدان خيار إضافي، وهذا ليس شيئا تراه كثيرا في كرة القدم الدولية إلا مع المنتخبات الكبيرة. ما يميز المنتخب المغربي ليس لاعبا واحدا بل الفكرة الجماعية، عندما تتحرك الكرة يتحرك الفريق كله ككتلة واحدة، وهذا يجعل من الصعب جدا إيجاد حلول فردية أمام هذا المنتخب الكبير. أستطيع أن أقول بصراحة لم نواجه فقط خصما قويا بل واجهنا هوية كروية واضحة، وهذا هو أخطر ما يمكن أن تواجهه في كرة القدم الحديثة. الناس أحيانا تتحدث عن المفاجآت، لكن ما رأيناه ليس مفاجأة بل هذا عمل طويل ومشروع واضح وتطور مستمر. الفرق التي تعمل بهذا الشكل لا تظهر صدفة بل تبني نفسها خطوة بخطوة. وفي البرازيل نحن معتادون على أن نكون الطرف الذي يفرض الإيقاع، لكن أمام المغرب وجدنا أنفسنا أحيانا نحن من نحاول التكيف مع إيقاع المباراة، وهذا بحد ذاته رسالة قوية من المنتخب المغربي للمنتخبات الكبيرة. وأعتقد أن المنتخبات الكبرى الآن ستبدأ تنظر إلى المغرب بشكل مختلف تماما، لم يعد الأمر يتعلق بالاسم أو التاريخ بل بما يحدث داخل الملعب خلال 90 دقيقة. وإذا وصلت إلى هذا الحد من الفيديو فلا تنسى الصلاة والسلام على النبي وتقول في التعليقات ديما مغرب.